الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان، وكرم أهله الدنيا ويوم يحشر الثقلان، وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والرضوان. ثم الصلاة والسلام على النبي الهادي العدنان محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان. خير ما نبدأ به حفلنا تلاوة آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ معاذ الأسود، فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. بارك الله فيه على هذه التلاوة العطرة. كل الشهداء يتركون خلفهم نفس الميراث: بندقية ورصاص، كوفية مشبعة بالمسك، فراش مبعثر، أشياء رافقتهم في الرحلة الأخيرة. يا قلب الأمهات يا صبرهن، وله في القلب نبض ما لا يجوز لغيره، وفي النبض نبض على سواه محرم. فلنقف جميعا لسماع السلام الوطني، تليه قراءة الفاتحة على من هم أكرم منا جميعا: الشهداء. صدق الله العظيم.
الأهل والضيوف والحفل الكريم، نلتقي اليوم على أرض كفر اللبد لنكرم كوكبة من أبناء بلدتنا الحبيبة، جدوا واجتهدوا ليقطفوا حصاد تعبهم، فالمثابرون يصلون للقمة والمتميزون يحافظون عليها، أما المبدعون يصنعون قمما جديدة. ها أنتم اليوم تصنعون لأنفسكم وأهليكم قمما من المجد والعطاء، فلنستعد جميعا لاستقبال أبنائنا الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، فليتفضلوا. أهلا بكم، أهلا بكم رافعين جباهكم، رافعين رؤوسكم. أهلا بكم يا من نسجت الشمس خيوط النور من جباهكم. أهلا بكم طلبتنا الأعزاء، أهلا بكم يا مرحبا بأبطالنا وطلابنا المتفوقين. وين الكف من الأهالي؟ وين الكف؟ أهلا بكم شامخين بعلمكم، أهلا بكم، منكم نصنع الدكتور والمهندس، ومنكم الرئيس والوزير. أهلا بكم قادة المستقبل. أهلا بكم شامخين بعلمكم ونوركم. كل الضيفان يا هلا بكل الخلان، حنا ابطال وشجعان، الليل الفرح بالحاره والله حنا مفخره، جبناها بشطاره هالشهاده بدها رجال. قول الله بعالي السما لك حنا هجمنا. أهلا بكم يا من رفعتم رؤوس أهليكم، أهلا بكم يا من تبث النور من جباهكم، أهلا بكم بعلمكم، أهلا بكم، منكم المهندس والدكتور والرئيس والوزير. أهلا بكم، أهلا بكم يا قادة المستقبل، أهلا بكم، نورتم بلدكم. أهلا بكم يا مفخرة، أهلا بكم، تعبت شقيت وهي شفتي نورتم حفلكم. في أعلى مقام، هذا آخر كلامي، هذا الوطن أماني، خلي علمك رسالي، بالعلم نبني الأوطان. قولوا الله. وين الكف؟ وين الكف أمهات؟ يا أمهات وين الكف فوق؟ ورجينا الفرحة، وين الفرحة؟ وين فرحة التوجيهي؟ خلي الكف لفوق عالي. نجحنا بالتوجيهات، لطالما قرأنا في بطون الكتب تأريخا للزمان والمكان في حياة الشعوب التي عمرت هذا الكون منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا، فتنتصب أمامنا ملامح الرجال الذين أمسكوا بزمام الأمور وقادوا بلادهم إلى بر الأمان. والآن مع كلمة
بلدية كفر اللبد يلقيها رئيس البلدية الأستاذ منتصر رجب، فليتفضل مشكورا. ونجحنا والله نجحنا بالنتيجة وفرحنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم. بلدية كفر اللبد اليوم ترحب بالجميع، بالأهالي، بالطلبة الناجحين، بالمدارس، بالمدراء، بالمعلمين، بالشرطة، بكافة الفعاليات والفصائل الذين شرفونا في هذا الاحتفال. أما فيما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة في هذا البلد لهذا العام، فإن النتائج كانت مرضية، وهناك لا بد من الحديث عن المتفوقين في هذا البلد. سديل توفيق رشاد التي حصلت على المرتبة الأولى بالفرع العلمي، وكان بينها وبين العشر الأوائل مسافة قصيرة. نبارك لها ولأهلها ولذويها ولمدرستها أيضا. طالبة رؤى خطاب التي تفوقت من رحم المعاناة من الحفاصي، هنيئا لك في هذا العام يا حفاصي التي أصبحت تخرج لنا المتفوقين. تصفيق لأهل الحفاصي كلهم. أما الطلبة، لو أعطينا لكل طالب متفوق أو غير متفوق وردة، قلنا له لمين ممكن تهدي هاي الوردة؟ ممكن يهديها حسب ما أظن لمدير مدرسته أو معلم أو معلمة من مدرسته، وهذا يقودنا إلى أن المعلم والإدارة المدرسية دائما لهم الفضل في إخراج النتائج، وهذه النتائج المرضية. ليس فقط، وإنما أيضا مجالس أولياء الأمور والأمهات. وأذكر وأنوه في هذا العام بأن مدرسة ذكور سامح جازي الثانوية قد نافست الكثير من مجالس أولياء الأمور، وحصلت على مراتب متقدمة في هذا الشأن، حيث عملت على البنية التحتية التي هذه البنية تنعكس أيضا في التحصيل. عندما نعمل على بيئة صحية ومنظمة ونظيفة للطالب، هذا أيضا ينعكس أيضا على التحصيل الدراسي. فنبارك لهم أيضا في هذا المقام. نبارك للطلبة كما قلت من داخل البلد وخارج البلد بالفروع كافة، فروع الأدبي والصناعي والعلمي والتجاري وكافة الفروع. أما بلدية كفر اللبد على مدار امتداد السنوات فهي متعودة على هذا البروتوكول الاحتفالي سنويا، وكان دائما يشهد لبلدية كفر اللبد في احتفالاتها المتميزة من تنظيم وغير ذلك. كل هذا لا يمكن أن يأتي لوحده دون أن تكون قد نسقت في أكثر أعمالها وتنظيمها لهذه الاحتفالات مع الكثير من المؤسسات في هذا البلد. نادي كفر اللبد الرياضي له الفضل في تنظيم الكثير من الاحتفالات. المؤسسات الأخرى، التنظيمات، كلها كان لها يد يشهد لها في تنظيم احتفالات الثانوية العامة التي تتميز بها بلدة كفر اللبد. فكل الشكر والتقدير للجميع. وتحاول دائما البلدية أن تقدم للمؤسسات التربوية والتعليمية الدعم بقدر الإمكانات المتاحة دائما وعلى كافة الصعد،
ونأمل من الله دائما أن يقدرنا أكثر وأكثر في أن نقدم المزيد، لأنه رأس مال الفلسطيني هو الكادر التعليمي، والاستثمار الفلسطيني هو الاستثمار في التعليم أيضا كما تعلمون، حيث يشهد لنا في التعليم ويشهد للمعلم الفلسطيني وللمعلمة الفلسطينية التي دخلت في مسابقات عالمية وفازت في العالم كله، يشهد لها دائما ويشهد له بالبنان كما تعرفون. وأيضا في هذا المقام أدعو دائما إلى دعوة للجميع عبر الأثير يا أبو نصر، عبر التصوير، أدعو إلى دعم التعليم الجامعي. في هذا البلد في خيرين كثار، في مجهولين وفي معروفين، بقدموا الدعم دائما للطلاب الجامعيين، ولكن أدعو من خلال هذه المنصة إلى تأسيس صندوق لدعم التعليم الجامعي. وقد همس في أذني أحد أبناء هذا البلد البررة في أنه مستعد أن يقدم بداية لهذا الصندوق ودعما أوليا حتى أنه ينبنى على هذا المبلغ مبالغ أخرى مقدمة من الجميع من يرغب في دعم التعليم الجامعي، ثم البلدية على استعداد لتنظيم هذا الموضوع حسب الأطر والتفاصيل الواضحة للجميع والمعايير الصحيحة. وأخيرا ونحن على أبواب افتتاح العام الدراسي، أرجو أن يتم البدء في هذا العام دون أي عراقيل. وأنتم كما تعرفون جميعا أن محافظة طول الكرم يشهد لها دائما في أنها محافظة فيها من العشر الأوائل ما يكفي، ولكن في هذا العام كان بعض الخلل، في ناس أعزوا الأسباب لحركة الإضراب التي خاضها المعلمين في هذه المحافظة، وكانت من المحافظات التي كان فيها التزامات كثيرة. ورغم أنني أعرف معلمين ومعلمات كانوا يعطوا الطلاب بالخفاء، ولكن كانوا يعلنوا أنهم والله مع الإضراب حتى لا يشق الصف في داخل المعلمين. نأمل دائما أن ينتهي هذا الإشكال، لأنه إن تكرر فعلا فإن التعليم في فلسطين سيقتل، ويعني سيصل لدرجة من الانحدار والكل يعيها ويعرفها. وأخيرا أيضا الشكر موصول للجنة أو الجندي المجهول الذي أعد وخطط ونظم هذا الاحتفال بإمكاناته المتاحة، ولكن لابد من ذكر الأسماء. اللجنة التي أعدت هذا الاحتفال التي أفرزتها البلدية، والتي أيضا قامت بالتشارك مع أعضاء بلدية كفر لبد بتقديم الدعم الوافر لتمويل هذا الاحتفال وتقديم الهدايا للطلاب، وهذا أدنى ما في واجب البلدية طبعا. الأخ أمين برهوش وكان مقرر اللجنة، الأخت وفاء الأسود، والأخ سمير كايد، الأخ تامر رجب، أخ يوسف رجب، والأخت رشا الأسود. والشكر كله موصول لدينامو الاحتفالات في الثانوية العامة، الأخ كفاح صبحة موظف بلدية كفر لبد، له الشكر الوفير. وأهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا لكم. يا يما ما يضيع التعباني، هيها يلا هلا هلا جونا الخلان وقاموا هنون. نشكر رئيس البلدية على هذه الكلمة. إن هذه الكوكبة من أولادكم وفلذات أكبادكم إلا غراس تعهدها المعلم بماء علمه، فأثمرت وفاضت واخضرت الأرض القاحلة. هذا المعلم الذي يعتبر الإصرار والعزيمة صديق مقيم في داخله، حمل رسالة على عاتقه
تتسم بالسمو والشمول، ينظر إلى الماضي وكأنه صندوق تجارب، وإلى الحاضر كأنه ملعب للتحدي، يعمل ويرفض ما هو دون مستوى القمة. إلى من وصلوا الليل بالنهار واعتبروا كل طالب تقدم لمرحلة الثانوية العامة ابنا من أبنائه، يسهر لراحته ويسعى لتوفير كل ما يلزمه. نقدم لهم شكرنا والشكر قليل. والآن مع كلمة مدراء المدارس تلقيها علينا المربية الفاضلة ندي محفوظ، فلتتفضل مشكورة. والمحبين بالبسمة حوالينا، يا هلا وزرار الورد من لونك يا بهجتنا، يا هلا يسعد أوقات كل اللي شرفونا. رفرف يا طير فوق جموع الحبايب، هلوا زوار ما فيهم واحد غايب، غني يا خي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، أهلنا في كفر اللبد، ضيوفنا الكرام، أفرادا ومؤسسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الأستاذ منتصر رجب رئيس بلدية كفر اللبد وكافة الأخوة الأعضاء، الأخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، الأخوة في الأجهزة الأمنية ومؤسسات البلدة جميعاً، أسرة التربوية في مدارس البلدة، الأهل الكرام، أبنائي وبنات الطلبة، أسعدتم مساءً، طبتم وطاب حضوركم وجمل اللقاء بكم. يطيب لي بداية أن أنقل إليكم جميعاً معلمين ومعلمات، طلبة وأهالي، باسم السيد مدير عام التربية والتعليم الأستاذ سائد كبهة، الذي لولا انشغالاته وارتباطاته لكان بيننا يشاركنا فرحنا. أجمل باقات التهنئة والتبريك بالنجاح واجتياز شهادة الدراسة الثانوية العامة، متمنيا لكم دوام التقدم لمدارسكم وبكافة مكوناتها، أن تبقى عنوان العطاء والانتماء. واسمح لي باسمكم جميعا أن نبارك للأخ سائد كبهة تفوق ابنته في الثانوية العامة، فنقول له ألف ألف مبروك لكم هذا التميز. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أنابني وشرفني التحدث باسمه في هذا المساء الجميل، فكل الشكر لمدارس بلدتي كفر اللبد العزيزة. الحفل الكريم، نلتقي اليوم بهذا الحفل التربوي المميز لنحتفي معا بتخريج كوكبة من أبنائنا وبناتنا الطلبة من الثانوية العامة، بهدف أحببناه وسعينا له وعملنا لأجله. إنه تكريم طلبة أعدوا واجتهدوا واجتازوا امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، والثناء على جهد معلم ومعلمة أبدعوا ورعوا وعملوا فكان النتاج حسنا. الحفل الكريم، لقد كان هذا الإنتاج والإنجاز نتاج جهود متضافرة وثمرة عمل مشترك بين أعضاء المجتمع المدرسي، بدءا من المدرسة مرورا بمديرية التربية وولي الأمر، وانتهاء بالطالب الذي لأجله بذلت وتضافرت هذه الجهود. فالمدرسة بإدارتها ومعلميها تسعى دائما لتوفير بيئة داعمة للطالب، ولا ننسى فضل مديرية التربية والتعليم على متابعتها الحثيثة والدائمة للنهوض والارتقاء بالمؤسسة التربوية، إضافة إلى الدور البارز لأولياء الأمور من تشجيع وتعزيز وتواصل لمصلحة أبنائهم. فكل الشكر والعرفان لكم جميعا على هذه الجهود المبذولة. أبنائي وبنات الطلبة، مبارك لكم التخرج، وهنيئا لكم ولذويكم التفوق.
فرغم ما مر بكم من ظروف صعبة إلا أنكم أثبتتم أنكم أصحاب همة وعزيمة وإصرار على تحقيق النجاح. ولا أقول أن الطريق انتهى، بل هو بداية لمرحلة جديدة، فاختاروا تخصصاتكم التي ترغبون لتحقيق آمالكم وطموحاتكم، فهي مرحلة يتوجب عليكم السعي والمثابرة ومواصلة النجاح والتفوق في مسيرة التحرير والبناء. فأنتم القادة الجدد لمجتمعنا، وأنتم بوصلة المجتمع لمستقبل أفضل. أسأل الله أن يكتب لكم الخير والتوفيق في كل خطوة من خطوات العمر، ودمتم مفخرة لبلدكم ولأنفسكم ولمعلميكم وأهلكم بعلمكم. ختاماً، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لبلدية كفر اللبد وجميع من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا الحفل المميز، والذي إن دل على شيء فإنه يدل على حرصهم الشديد على أبناء بلدتنا ليكونوا في الطليعة ويكونوا خير سفراء لمدارسهم وبلدتهم الحبيبة. فأنتم عنوان العطاء لمدارسنا والارتقاء نحو الأفضل، فلكم كل الشكر والتقدير. والشكر موصول لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في مدارس البلدة الذين بذلوا جهدهم في إعداد وبناء جيل متعلم واع وقادر على مواجهة التحديات. أكرر باسمكم جميعا المباركة لكافة الناجحين والشكر لكل من حضر، معلنة أننا في مدارسنا سنكون الدرع الحامي لأبنائنا والحضن الدافئ لهم. وأخيرا أقول للجميع باسم مدارس بلدتنا الحبيبة أننا سنبقى في الأعوام القادمة أصحاب مبادرة لتكريم أبنائنا وبناتنا ما دمتم أصحاب همة بالبحث عن النجاح والتفوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سويناها نجحنا ونلناها، والله سويناها. نشكر المربي الفاضل ندي محفوظ على هذه الكلمة. تمر الأعوام ويبقى العظماء خالدين لا يموتون، نراهم في الحروف، في الكلمات وفي الجمل، نبصرهم في زوايا الوطن وردا وزيتون. فكم هي عظيمة هذه الثورة، إنها نبض شاعر وريشة فنان وقلم كاتب ومقبضة جراح وإبرة لفتاة تخيط قميص فدائها وزوجها. هذه الكلمات الخالدة ستبقى أيقونة الثورة الفلسطينية، سطرها الشهيد القائد ياسر عرفات قولا وفعلا، لتكون روحه الطاهرة مهرا لفلسطين. والآن مع فقرة فنية تقدمها زهرات كفر اللبد، فليتفضلوا. تكللنا وبجدارة والله يمسيكم بالخير، لك وين رجال التحية. معكم يلا عاشوا يلا وين الكف يا جماعة؟ وين الفرحة؟ وين فرحة التوجيهي؟ الأمهات وين الكف؟ يلا فوق كلنا سوا، هذا العرس أحلى عرس، هذا عرسنا، هاي فرحتنا، فرحة الأبدية. يلا سلام سوا يابا شحيلوها انتصابا.
الكف للزهرات. أعلى من هيك لازم، والله بيستحقوا. نشكر الزهرات على هذا الأداء. إن المسيرة التعليمية مزيج من العمل والتعب، فلا مكان فيها لأي طالب لا يبذل إلا الجهد القليل وينتظر أن تمنحه الحياة نعيمها. فالحلم ليس الذي تراه في نومك فقط، الحلم هو الذي يدفعك للعمل حتى تحققه. فعلى قدر أحلامنا تتسع الأرض، ولا تدع قطار حياتكم يتوقف كثيرا، وعليكم أن تحتفظوا بتذكرة الأمل. والآن مع كلمة أوائل الطلبة تلقيها الطالبة سديل توفيق جبارة، فلتتفضل مشكورة. يا محلى طلتهم هالخريجين، يا محلى طلتهم هالخريجين، يا ضي محلاهم بروابة التخريج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين القائل في كتابه في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على خير الأنام سيد الورى وخير من وطأت قدميه الشريفة الثرى، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية تزف إليكم وترحيبا عميقا مني إلى الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات. ولكني أخص بالذكر رجل الكفاح الذي أفنى زهرة شبابه في زرع القيم والمبادئ والأخلاق في بناته، فكان أول أسباب نجاحي وأجمل نعم الله علي والدي الحبيب توفيق جبارة. ولا أنسى القلب النابض، رمز الحنان والحب والتضحية والتفاؤل، فكانت دعواتها الصادقة الممزوجة بالأمل والثقة سبب وقوفي أمامكم اليوم. أمي الغالية الحاضرة رغم غيابها، أسماء عودة، شكرا لكما، فأنتم كنتم وما زلتم بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل. وشكرا لقلبكما اللذين اتسعا حلمي حينما ضاقت الدنيا. أهديكم اليوم تفوقي لتهدونه الرضا والدعاء. يا فتية العلم نلتم خير جهدكم وصرتم اليوم فرسانا ميامينا. بالجد يبلغ راعي العلم غايته ويصعد المجد من يستعذب الطينا. فالحمد لله الذي يسر لنا البدايات وبلغنا النهايات، فما انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله. فإلى قمم الطموح سعينا وكنا أصحاب همم عالية، فوهبنا الله ما نستحق. جاء يوم الحصاد بعد صبر واجتهاد وملازمة وإصرار، فكنت أكرر دائما قول القائلين: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. فمن هذا المنبر أوصيكم زملائي وزميلات الطلبة بالحفاظ على هذا النجاح والتفوق، لأننا الكنز الوفير للبلد الغالي فلسطين. ودائما قاتلوا من أجل أحلامكم واصنعوا المستحيل لأجل أنفسكم، فكما قال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. أصحاب السعادة أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري وما يزيدني شرفا وفخرا أن ألقي هذه الكلمة، كلمة المتفوقين، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلات الطلبة، معبرة ومترجمة فيها عن كل معاني الشكر وعظيم الامتنان لمن بذل وأعطى وكرم بالمعلومة ولم يبخل علينا. فكل الشكر للكادر الإداري والتعليمي في مدارس كفر اللبد جميعها، اللواتي قضينا فيها أجمل الذكريات،
وحفظنا فيها أطهر الأيام. فكل الشكر، وأخص بشكري هذا أيضا معلمات الفاضلات في مدرسة بنات كفر اللبد الثانوية ومديرتنا الفاضلة، فقد كنتن قلب التعليم النابض، لا أضاع الله لكن أجرا وكساكن من العافية ظهرا. فبمثل دعمكن يزهر غرسنا وتعلو بلادنا. كلمة أخيرة معشر الحضور، إن هذه الفرحة ذات النكهة المختلفة الممزوجة بالسهر والتعب والأيام الثقال أهديها لأرواح الشهداء، آملة من الله جلت قدرته أن نحتفي بهذه المناسبة في العام القادم وقد تحررت فلسطين ورفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، وقد تحقق حلم قائد الثورة الياسر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالفيزياء خالص خلصنا، والكيمياء اللي كانت رسنا عدت على خير بقى انجزنا، ده احنا تعبنا دروس وما فيش لا تاريخ هيورطنا ولا جغرافيا. نشكر الطالبة سديل توفيق جبارة على هذه الكلمة. الفن الشعبي هو حالة مقاومة وحالة تحريضية وأسلوبا لمقارعة الأعداء، فالفن يتعدى أن يكون فعلا كلاميا يسبق فعل المقاومة ويحرض عليه، وهو ملمح واضح من ملامح شعر كل من محمود درويش ومعين بسيسو وتوفيق زياد، الذي يهتف غاضبا يريد من كل فلسطيني أن يغضب ويدافع بكل ما يملك عن وطنه. بأسناني سأحمي كل شبر من ثرى وطني، بأسناني ولن أرضى بديلا عنه، لو علقت من شرياني أنا باق أسير محبتي لسياج داري، للندى للزنبق الحاني أنا باق ولن تقوى علي جميع صلباني. والآن مع فقرة شعبية لطلبة الثانوية الناجحين، فليتفضلوا مشكورين. يسعد كل أوقاتهم حبايبنا الناجحين، ونتمنى التوفيق لذويهم وكل الشباب. خويلاخ إذا الأحباب بيصون وعلمهم مع أبعد قمي راح يرفرف، علمهم وصدقني يا ربي بيقدر علمهم، وما بتفرقهم لحسب الذهايا. والله حبايبنا بدنا تفاعل من الجميع. يلا يا حبيبي أنور. يا ناجح علو الأيادي، للناجح علو الأيادي، اجينا الفرح يا جوادي، اجينا الفرح يا جوادي. للناجح علو الأيادي، للناجح علو الأيادي، اجينا للثانوية عزمنا كل الجوادي. يا الناجح
ارفع لي ايدك من جوا قلبي باردك. هلا 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 يا عيني عليهم يا عيني عليهم. ونجحنا بالثانوية جبنا الشهادة توجيهية، عزمنا كل الأكابر والفرحة مية عمية. جينا وماشي ضروبي وانت اللي اسمك محبوبي، وانا شوفت لك بعيني متخرج لابس الروبي. جينا عالفرحة يا زيني تنهني للغانميني، عن شمال وعن يميني والفرحة يا توجيهية. الله يحماهم الله 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 معاهم. جينا عليكم جينا يا الفرح يلي دعينا، عزمنا عالمحبين يا ليلي ليلي شيل عليها وقول يا رب. الله الله يلا روح يا محمود يلا يا حبايبي يلا يا توجيه. يا بي يا بي يا بي يا محلى الثانوية. الله 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 يحماهم. سمعني صوت الكف فوق. يلا يا باسل يلا روح شيل. يلا سوا 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 ابو يا بي وين الكف من الامهات وين؟ يلا سوا سوا سوا. وين رئيس البلدية وينهم؟ وين الكف من البلدية؟ الله 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 يحماهم. يا عيني يا عيني يا عيني. طاب الفرح طاب ولو طاب الفرح طاب. روح يا صالح روح. يلا 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 سوا. يا حبيبي شوف الله عليهم الله. إيه. آه 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 آه. النادي عليهم يا منادي متخرج جاب الشهادي، النادي عليهم يا منادي متخرج جاب الشهادي. متخرج ارفع لي ايدك من جوا قلبي باردك، متخرج ارفع لي ايدك من جوا قلبي باردك. يا هلا فيكم يا خيي وشهادي ثانوية، اجينا الليلة نهنيكم وانتو تعزوا لك علي. اجينا الفرحة والديري والعالمية هي كبيري، والليلة فرحة جميلي العيون وللتوجيهية. وطي 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 الصوت مش شرط عالي وطيه. اشعل يا حبيبي اشعل.
والفرحة لك لبداوية. هالناجح من الله بريده والكل يرفع ايده. يا ناجح وانت محبوبه وانت مزين الروبه. اجينا على العالمي زعامي تبقى وزعامي. زعامي حنا زعامي ما حدا كثر كلامي. يا عيني عليهم عيني. شوف الشباب شوف الشباب. اشعل النار اشعل النار. شوف يا حبيبي شوف. علينا ما حدا يقدر انا ويا الخط الاحمر. علينا ما حدا يقدر انا ويا الخط الاحمر. الشهادة لك بالعالي هيعتوا لك جبل غالي. الشهادة لك بيدي افضل عند الكلية. الليلة اشعلها بارودة يا كفر الا بدء سودة. الليلة اشعلها بارودة يا كفر الا بدء سودة. الليلة جينا نهنيكم يا رب السما يحميكم. اضرب اضرب عالبارودة ونمه ولك روح. اشعل النار. واسمع يا البدك تسمع مدام الشمس تطلع حنا رجالك توجيه لغير الله ما نركع. ندي عليهم يا منادي ابا شعب الإرادة وانك يا توجيه وارفعوا للشهادة. الشهادة وبإيدي
بالدنيا لك رصيده، يلا انوار اعزف ليه، ولك اعزف ولا بجدد روح. اشعل النار. يا عيني يا عيني، زعامة حنا زعامة، كل واحد يعرف مقامه، زعامة حنا زعامة، كل واحد يعرف مقامه. زعامة لو عنا تيجي، كل واحد بيدون ناتيجي، زعامة عنا لو تيجي، كل واحد بيدون ناتيجي. زعامة احنا بالكوني، اجت كلها بعوني، زعامة احنا بالكوني، اشعل اشعل النار. اشعل النار. شوف الشباب، شوف الشباب، شوف حركة. يا سلام يا سلام، فوت يا انور فوت. يا زمزم الله بلاني بعشق الزين، حلوة المعاني ما يلزم جشوح الرايصي فوق العين سيف اليماني. توجيهي جاب الشهادي عليهم نادي يمنادي، لا غني بوسع إرادي حيهم يلا بادي. فرحاني قلبي فرحاني معاكم يغلى عرباني. اوف 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 يابا، يعطيهم الف عافيه حبايبنا، نتمنى للجميع التوفيق. الله يعطيهم العافيه الجميع، وشكرا للفنان نعيم كايد على هذا الاداء الرائع. كل الشكر والتقدير للفنان نعيم الكايد. عذرا منكم أيها الشهداء، نكرم هذه الكوكبة من الطلبة ولا زلتم بيننا روحا وثورة، فلا مكان محدد للألم عندما تؤلمنا أرواحنا فراقا عليكم، ولا بد من خيال واسع لهذا العالم الضيق. طلبتنا، فإن لم تزيدوا للحياة شيئا فأنتم زاد عليها. كونوا عجلة بناء لهذا الوطن الجريح
المخضب بدمائه من هذا الاحتلال البغيض، واسرقوا من العمر حياة قبل أن يسرق العمر أجمل سنوات حياتكم، وانتصروا لأحلامكم، فالحلم أصدق من 1000 واقع أليم. قم يا بني، فما اليأس إلا قبور البشر، وإني برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد. ندعو للمنصة من أجل تكريم هذه الكوكبة من الطلبة كلا من الأستاذ منتصر رجب رئيس بلدية كفر اللبد، المربية الفاضلة ندية محفوظ مديرة مدرسة بنات كفر اللبد الثانوية، المربي الفاضل الأستاذ محمد رجب مدير مدرسة سامح جاز الثانوية، الأستاذ سمير منصور عضو لجنة الحفل، الأستاذ يوسف جبعيتي عضو لجنة الحفل، السيد تامر رجب عضو لجنة الحفل، السيدة وفاء الأسود عضو لجنة الحفل، السيد أمين برهوش منسق لجنة التكريم لبداية حفل التكريم. يعطيكم العافية، أبدعتوا عن جد، اختيار موفق، يعطيك العافية. كفاية. طيب، مساء الخير للجميع وشكرا حضوركم المميز. أنا أول شيء اسمحوا لي باسم بلدية كفر اللبد ولجنة التنظيم اللي يعطيها ألف عافية على هذا الحفل الرائع، نتقدم بالتهاني والتبريكات لأولادنا وبناتنا الأعزاء، ونتمنى أنهم التحقوا لفرصهم التعليمية واختاروا التخصص الصح، وإذا ما اخترت التخصص الصح في كمان عندك إمكانية. طيب، مسك الختام اللي هو تكريم. اليوم التكريم راح يكون شوي مختلف، راح يكون في أكثر من مرحلة، وكمان راح يكون الكل مبسوط، بس في ناس راح تكون مبسوط بلس يعني أكثر، بس الكل راح يكون مبسوط. طيب، ليش مبسوط؟ لأنه في لابتوبات، في مبالغ نقدية، وفي دروع، في كل شيء، وفي منح جزئية لبعض الطلاب. طيب، جاهزين الشباب نبدأ في التكريم الأول. احنا خلنا معيار للتكريم الأول على مدارس كفر اللبد الفرع العلمي سديل توفيق جبارة، لابتوب مقدم من مراد الحواري للعرايس. نعطي فرصة للأوائل، يعني بيستاهلوا. الثاني اللي هو المعيار الأولى على مدارس كفر اللبد بالفرع الأدبي، الطالبة رؤى وائل خطاب، لابتوب مقدم من نعالوي للصرافي. طيب، المرحلة الثانية اللي أهل الخير وتوفر الدعم، طبعا كل الدعم كان بجهود إخواننا في البلدية وأعضاء البلدية. في عنا منحتين جزئيات، يعني لنص خصم، ما بعرف قديش بغطين. راح نسحب واحدة للبنات وواحدة للأولاد، وبالحظ منحة 200 دينار تقريبا بتغطي نص قسط. تفضل اسحب يا كارم.
تا عشان نتأكد. حلا برهان صبحة منحة جزئية، تفضلي. حلا برهان، مبروك. المنحة الثانية اخترنا شاب. مبروك. صور مع الشباب. يا سلام. الفائز الثاني بالمنحة الجزئية الطالب حمزة وليد فقهة. منحة جزئية مقدمة. هذا البلس. هسه بنيجي على المبسوط بلس. احنا في عنا 6 فائزين بقيمة 50 دينار، 6 أولاد و6 بنات. نبدأ. دانا عبد الرحمن حسن ثلثين. مبروك يا دانا. طالبي آية صقر محمد ثلثين. الثالثي ملاك منذر حسني فقهة. حظ ما لنا دخل، انتوا حظكم جبتوا معدلات. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحة. هاي بنت عضو بلدية ساجة أمين رشدي خطاب، بنت عضو بلدية هاي. خامسي رغد شادي أحمد أبو عمر. يا سلام يا سلام شو آخر طالبي بحياتك تتهنى. يا سلام شو سارة حسام فارس رجب. خلصنا الطالبات والآن نسحب ل6 طلاب. البقية في لكم، مبسوطين راح تظلوا انتم. الطلاب الطالب الأول أسامة فادي خطاب.
الطالب الثاني فتحي أمين الأسود. الطالب الثالث مصطفى أمين أبو خميش. الطالب الرابع أحمد محمد اللبدي. الطالب الخامس مجد منير كايد. الطالب الأخير الطالب السادس عبادة عبد الرحمن رجب. طبعا احنا هذا كان تبرع فوق القرش التقليدي العادي. البقية راح يكون لهم هدايا كمان نقدية بالجميع عشان يطلع الكل مبسوط ويعطيكم العافية. وأنا بشكر جدا الصبايا اللي كانوا بعرافة الحفل ويعطيكم العافية والميكروفون لكم. تفضلوا. والآن مع تكريم الطالبات الناجحات في مدرسة بنات كفر اللبد الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي والفروع الأخرى. رايا محمد رشاد جبارة. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك. أسيل مؤمن مصلح برهوش. قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا. أريج زياد حمدان رجب. طبعا البقية كل طالب له 20 دينار. طبعا هاي تبرعات نقدية بالتحديد من أعضاء البلدية وبالتحديد من رئيس البلدية وعضو البلدية سمير منصور. عبطناهم الموضوع إن شاء الله كل سنة يفرحوا. بيسان مروان فكها. رزان حكم غالب ثلثين. ملك أحمد محمد رجب. سمرقند منتصر محمد جابر رجب. لانا مهدي مصطفى موسى. شهد صبحي عبد الله فكها. أريج عبد الفتاح ناصر فكها.
حسن رشيد أبو رشيد. منار حكمة عبد الرحيم خطاب. غدير عبد الرحيم سليم الأسود. ملاك مراد ربحي رجب. جنى عبد اللطيف أحمد فكهة. ياسمين رامي سعيد رجب. نورا نعيم محمود الأسود. آية جهاد سعيد جبارة. شهد مالك شحادي رجب. تيمة باسم عبد الجليل رجب. شهد عبد الخالق محمد جبارة. تيمة باسم عبد الجليل رجب. طيف حسين محمود جبارة. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك. بسملة محمد يوسف رجب. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. نور نزار محفوظ. بيسان حلمي حافظ صبحة. جراح عبد الناصر سعيد برهوش. والفرحة جمعتنا، شو حلوة
إسراء عبد الله أحمد رشيد. علا فريد أحمد برهوش. شوق نشأة سليم رجب. مرح سامر لطفي الفقهة. مرح سامر لطفي الفقهة. جنى مازن عبد الكريم رجب. كندا مراد أحمد برهوش. والآن مع تكريم الطلبة الناجحين في مدرسة سامح جازي الثانوية للبنين بفرعيه العلمي والأدبي والفروع الأخرى. اليمان فواز بريمي. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة أنور محمود رجب. شو حلوة دنيتنا. مبروك أنور محمود رجب. يا سلام. تامر فواز برهوش. يا سلام شو نتمنى بحياتك تتهنى. يا سلام شو نتمنى بحياتك تتهنى. مجاهد عبد الرحمن رجب. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيا. حمدان زياد رجب. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك عبد الله مهدي رجب. يا سلام. عمر محمد ثلثين. يا سلام على سهرتنا شو حلوة ليلتنا. يا سلام على سهرتنا شو حلوة ليلتنا. عماد مصلح برهوش. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة ليلتنا. مبروك صالح فؤاد رجب. الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك زيد محمد رجب. حمزي سهيل صبحة. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك محمود أيمن رجب. فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك محمود وافي رجب. شو حلوة دنيتنا. مبروك
الرحيم حجاز. يا سلام على سهرتنا شو حلوة ليلتنا، يا سلام على سهرتنا شو حلوة ليلتنا. سعيد محمود رجب. والفرحة جمعتنا وشو حلوة ليلتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا. عبد الفتاح محمد أبو ليلى. محمد مهير صبحة. محمد راشد خطاب. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل. شكرا لكم الجميع.